السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ننساش كده يا حبايبي في الأول كده ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم عاجلا غير آجلا، وارحموا بهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا رب ترحموا بهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. صباحكم زي الفل، صباحكم زي الهنا. النهارده يا حبايب قلب الخميس 12/9 ان شاء الله باذن الله، جايبه لكم الاسعار من بدري كده زي ما انا قلت لكم. هجيب لكم الاسعار بدري، اللي حابه بقى تستفسر واللي حابه تبيع او تشتري يبقى عندها خلفيه ان شاء الله باذن الله كده على الصبح. النهارده يا حبايب قلب هنبتدي كده باللحم في المحلات ان شاء الله باذن الله. النهارده البط البلدي الكيلو عامل 110، البط المسكوفي عامل 115، المولر عامل 85، الفرنساوي عامل 75، جوز الحمام 140، السمان 90، الروم الاسمر النهارده عامل الكيلو 125، الروم الابيض عامل الكيلو 100 جنيه. كيلو في الارانب النهارده عامل 120 جنيه، الفراخ البلد الحر 125، رز فيومي عامل النهارده 115، الساسو 97. الابيض النهارده حبايب قلبي هو اللي طلع شويه، النهارده طالع من قلب المزرعه ب 73 جنيه، بيوصل للمستهلك في المحلات من 80 ل 83 جنيه. زاد امبارح، المزرعه امبارح كانوا مطلعين من ارض المزرعه الكيلو ب71، النهارده طالع من المزرعة على 73 جنيه الكيلو في المزارع، بيوصل بقى للمستهلك من 80 ل 83 جنيه، ما بزيدش عن كده يعني. فزي ما انا قلت لكم الاسعار مش ثابته على حال يعني. امبارح كان اقصى حاجه في المحلات 80 جنيه، كانت من 78 ل 80 لانه كان طالع من ارض المزرعه الكيلو ب 71 جنيه، طالع بقى من قلب المزرعه ب 73، فبوصل بقى من 80 ل 83 اقصى حاجه. دي كانت اسعار الفراخ البيضه النهارده في المحلات. هندخل لحبايب قلب النهارده على اسعار الكتاكيت. النهارده البط المولر عامل 40 جنيه، البط البكين عامل 21 جنيه، البط الفرنساوي عامل 23 جنيه، البيور عامل 28 جنيه، المسكوفي النهارده عامل 58 جنيه، الرومي الاسمر النهارده عامل 50 جنيه، السمان 10 جنيه، الفيومي 20 جنيه، جميزه بيور 20 جنيه، الرزي 18 جنيه، بلدي حر النهارده عامل 11 جنيه، الساسو عامل 20 جنيه. النهارده الابيض على ثبات واستقرار في المعمل النهارده 34 جنيه. الشركات بقى بتبتدي من 38 39 40 جنيه، يعني وصل ل 40 جنيه شركات. وزي ما انا قلت لك اهم حاجه في الفراخ او في الكتكوت الابيض المصدر اللي انت بتجيبي منه، اهم حاجه يكون المصدر موثوق منه عشان الفرخ ما يتعبكيش طول الدوره ويجي معاكي في اقل وقت. فدي كانت اسعار ايه الكتاكيت واسعار اللحم في المحلات يا حبيب قلبي. كراتين البيض النهارده، كرتونه البيض برضو النهارده الابيض عامل 170 جنيه، كرتونه البيض الاحمر عامل 175 جنيه، كرتونه البيض البلدي عامل 170 جنيه. العلف على استقرار برضو، الشكاره ال 25 كيلو البادي سوبر عامله 530، والناميه 520، والناهي 510. شكارة الذرة النهاردة أو الدشاشة ال 25 كيلو عاملة 310، شكارة الردة 40 كيلو عاملة 435 جنيه. فدي كانت أسعار الأعلاف وأسعار كراتين البيض في المحلات، وأسعار اللحم في المحلات النهاردة برضو الخميس، وأسعار الكتاكيت اللي حابب يجيب. فالكتكوت النهاردة حبايب قلبي 34 جنيه الكتكوت الأبيض، 34 جنيه أهالي، 39 و40 شركات. الفراخ البيضة النهارده زادت، النهارده يعتبر زادت في الكيلو 3 جنيه، لان هي كانت طالعه زي ما قلت لكم من ارض المزرعه 71، عن طالعه النهارده على 73 من ارض المزرعه 73، فبتوصل بقى ايه من 80 ل 83 جنيه اقصى حاجه، لان هم بياخدوا 10 جنيه في الكيلو. يعني هو المضمون بتاعهم او هم اصلا يعني كل اللي ببيع فراخ او حاجه المحلات هي بتبدا تاخد 10 جنيه في الكيلو. الفراخ غاليه، الفراخ رخيصه، هم ما يهمهمش، هم لهم المكسب بتاعهم بياخدوه خلاص. فهي بتطلع ب 73، بيبقى بقى ايه من 80 ل 83 حسب المكان اللي انت فيه بقى. فدي كانت اسعار النهارده حبايب قلبي الخميس 12/9 كانت الاسعار النهارده. عشان ايه زي ما انا قلت لكم اللي حابه تعرف بدري كده او تشتري او حاجه. ربنا يا رب يرخي قوة المسلمين كده، وكل حاجة نلاقيها كده نزلة، لأن زي ما انتم شايفين زي ما انا قلت لكم الحاجة ما فيش استقرار خالص خالص خالص. يعني الواحد النهاردة بسعر وبكرة بسعر، الواحد بيبقى بالليل
جايب الاسعار الصبح بتتغير خالص، فربنا يسترها يا رب ان شاء الله الايام اللي جايه دهيت، ويرخي قوت المسلمين يا رب كده، ويجعل الايام اللي جايه كلها رخاء يا رب كده، وحوش عننا الوباء والبلاء يا رب ان شاء الله باذن الله كده، وانصر اخواتنا في فلسطين ان شاء الله باذن الله، وارحم ابويا وامي وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. فدي كان النهارده حبايب قلبي الاسعار زي ما انا قلت لكم، كل يوم ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الاسعار اول باول، واسعار العلف واسعار كراتين البيض وكل حاجه ان شاء الله باذن الله هتلاقوها على القناه بتاعتي. زي ما انا قلت لكم اني يعني روتينات مع الطيور، انتوا شايفين كده انا ما بعملش لهم اي حاجه، لان انتوا عارفين يعني في الحر او في الصيف بيبقى الحاجات اللي انا بعملها قليله خالص للطيور بتاعتي. فان شاء الله باذن الله كل يوم بنزل لكم الاسعار، وزي ما انا قلت لكم مستنيه بس شويه كده ان شاء الله باذن الله، وننزل لي شويه فراخ برضو، لان انتوا عارفين يعني الفراخ البيضاء خلصت. كانوا الدوره اللي كانت فاتت دي زي ما انتوا عارفين كنت بعت منها شويه وذبحت منها شويه، فان شاء الله باذن الله هننزل برضو دوره جديده كده، نبتدي دوره جديده مع بعض ان شاء الله باذن الله، فراخ ان شاء الله بيض. زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتي بقوم الصبح كده افطرها، احط لها شويه ميه في الخل. انتوا عارفين الفيروسات في الجو اليومين ده هما شهر 9 دي بقى كله بيبقى فيروسات، وبيبقى الواحد بيخاف على الطيور بتاعته، فدايما على طول تحاولي اللي انت الخل دي يبقى معاكي حاجه اساسيه كده، لان هو بنضف المعده بتاع الطيور بتاعتك، بنضفها من اي ميكروبات، من اي فيروس او اي حاجه حلو، وما فيش منه ضرر. يعني انت بتحطي 3 ايام في الميه وتريحي لهم مثلا يومين 3 كده ميه بره، وبترجعي تحطي لهم تاني. فحاجه اساسيه كده الخل تحط لهم على طول، بحيث اللي قلت زي ما انا قلت لك اليومين ده هم ربنا يسترها، شهر 9 دي كله بيبقى فيروسات، وبتبقى يعني الجو مش متظبط. ربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله، وتعمنا منهم يا رب. زي ما انا قلت لكم بقول لكم الاسعار في اول الفيديو عشان ما اطولش عليكم برضو، يعني الاسعار بنزلها لكم اول ما بفتح الفيديو على طول، بنزل لكم الاسعار اللي حابه تعرف على طول الاسعار، فبتبقى في اول الفيديو، لان انا كنت ببتدي الفيديو الاول بروتينات عند الطيور وكده، وبرجع اقول لكم الاسعار في الاخر. ففي تعليقات جات لي قالت لي يعني تيجي تقول الاسعار على طول في اول الفيديو، بيبقوا حابين يعرفوا الاسعار وكده. هو اصلا كل اللي بيسال بيبقى يسال على الكتكوت بكام وعلى الكيلو الفراخ، دي الحاجه الاساسيه اللي بتبقى الناس بتسال عليها يعني. فالنهارده الكتكوت 34 اهالي و39 40 شركات، واللحم النهارده من 80 ل 83 اقصى حاجه. فدي كان يومه معاكم النهارده، ودي كان الاسعار النهارده اليوم 12/9. كل سنه وانتم طيبين، برضو المولد النبوي كده داخل علينا كده، يعني الايام اللي جايه كلها ان شاء الله باذن الله كده هتبقى ايام مفترجه، ربنا يفرجها علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله اجمعين يا رب العالمين، ويدخل كده الايام الجميله اللي جايه علينا دهيت بالهنا والسرور وبالرخاء ان شاء الله باذن الله كده، رخاء في كل حاجه كده، ويبعد عننا الوباء والبلاء ان شاء الله باذن الله. فدي كان يوم معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كانت الاسعار بتاعت النهارده معاكم 12/9. انتظروا منه فيديو ان شاء الله باذن الله بكره بالاسعار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.